السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعين الكرام. يا جماعة، في أمر مهم جدا، فالأمر ده خليه لازم يوصل لعدد كبير من الناس. صحيح أن احنا مسلمين، بنصلي وبنصوم إذا جاء رمضان، وبنصوم نوافل وبنصلي نوافل وبنتصدق وكل شيء كل شيء الحمد لله. يعني ربنا من له الخير بيفعل الخيرات وهكذا. لكن الأمر الكثير من الناس غفلانين منا، والناس ما عندهم علم فوقه. يا جماعة، أنت مسلم تصلي وتصوم، أو تصلي في اليوم 5 صلوات في الليل، في اليوم والليلة. يعني تصلي الصبح، تصلي الظهر، تصلي العصر، تصلي المغرب، تصلي العشاء، وفي النهاية لو مت تمشي جهنم والعياذ بالله، يعني تمشي النار. سبحان الله، كلامك ده كيف يا شيخنا؟ أي والله ده الكلام اللي جينا في القرآن الكريم. كيف والله زول يصلي في اليوم خمسة صلوات في اليوم والليلة، ومصيره في النهاية جهنم والعياذ بالله. كيف؟ يلا خلي بالك معي عشان تعرف كيف. الله سبحانه وتعالى قال في قرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كلام ده معناته شنو؟ معناته الإنسان اللي بيصلي. ابن مسعود لما سمع الآية دي قال والله ما تركوها، يعني ما تركوا الصلاة. الناس اللي يدخلوا النار دي ما تركوه، قال بس ضيعوها. كيف؟ قال ضيعوها عن وقتها. يعني الصبح بيصلي الساعة 8 حراية تمرق، وقت مرق منه. صلاة الصبح وقتها خلاص مرق. الظهر يصليها الساعة 3 وقت الظهر مرق. العصر يصليها الساعة 5 وقت العصر مرق. المغرب يلمها مع العشاء أو يصليها الساعة 8 وقت مرق. يعني الصلوات دي كلها ما في وقتها. فالله سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اتبعوا الشهوات كيف؟ اتبعوا الشهوات، شهوات الدنيا كثيرة. مثلا الزول قاعد يعمل، قاعد يخدم، الله أكبر، المنادي يناديك، المؤذن لما يؤذن يناديك أنت، يناديك. المؤذن لما يقول حي على الصلاة ليك أنت، وأنت كمان المرأة ليك أنت وليك أنت. حي على الفلاح ليك أنت، يلا قوم جهز. لكن أنت تقول لا لا لا، نكمل الخدمة اللي في ايدينا ده قبل نقوم نصلي. والمرأة تقول لا، نطبخ نكمل الغداء للناس نمرق بعدين نصلي. الزول الميكانيكي يقول انا الموتير الدليته من العربية دي الفاتير ده نكمل قبل نصلي. النجار المينيزي قال نكمل ده قبل الجاي يبني البيت. البناء يقول نبني نكمل الساعة ندلي. لا، ده انتوا قاعد تودوا الصلاة من وقتها، كأن قاعد تقولوا لله شنو؟ يا ربي اصبر ان احنا الشيء اللي قدامنا ده مهم نكمله ونرجع لك. والله كأن كده، يعني كأن كده. ليه؟ لأن الله شوف المؤذن لما ينادي، من الذي يناديك؟ الله سبحانه وتعالى. الله قال شنو؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فرض، كتاب موقوت، عنده وقت. ما تخلي الوقت يمرق من، ما تخلي الوقت يمرق من. وبعدين ما تنسى الله سبحانه وتعالى قال شنو في سورة، حتى الصغير الطفل حافظ السورة دي: فويل، عذاب شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يتكاسلون عن الصلاة، يخلوا الصلاة يمرق من وقتها. ساهون معناه كثيرة. وادي يقيموا قم يقول يعني احنا يوم القيامة يحاسبون سوا. ما انت صلك، يعني انت عشان ده الله قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أضاعوا بمعنى ودروا الصلاة عن وقتها، واتبعوا الشهوات، تابعوا شهوات الدنيا، فسوف يلقون غيا. العلماء قالوا وادي في جهنم أشد حرا من جهنم، حتى جهنم تشتكي من شدة حرارة غيا والعياذ بالله. فلذلك يا إخواني ويا إخواتي ويا يا الشباب والشابات، اسمعوا الكلام ده كويس. أي إنسان خليه يصلي ويحافظ عن صلاته ويحافظ عن وقت الصلاة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي الجميع. واتقوا الله ربكم وأسلكوا طريق الحق، ونسأل الله أن يهدينا ويهدي الجميع. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.